اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على أهم أنواع الاسترسز اللي بتكون موجودة عندي في أي ميكانيكال إليمنت. هنبدأ في المحاضرة دي نتعمق في الأنواع ونعرف كل نوع إيه هي القوانين اللي بنستخدمها في حسابه، وأهم المعلومات عن كل نوع وإمتى تصنف الاسترس ده طبقا للحمل اللي موجود عندي. ذكرنا من الأنواع في المحاضرة اللي فاتت الأكسيال ستريس، وده من اسمه كده إن أنت هتكون عندك قوة. القوة دي لابد تأثر في محور العنصر اللي عندك، لابد القوة دي تكون منطبقة على محور العنصر اللي عندك. يعني لو دي اسطوانة، ده المسقط الجانبي ليها وده محورها. لو انت عندك قوة أثرت هنا، وليكن مثلا قوة شد، إذا القوة دي انطبقت على المحور هينتج عندك أكسيال ستريس. ولكن إذا القوة دي اترحلت بمقدار معين هينتج عندك نوع تاني من الاسترسز، أو هينتج عندك أكسيال ستريس زائد كمان حاجة أو كمان نوع من الاسترسز. فبكل بساطة الأكسيال ستريس القوة بتاعتك هتنطبق على المحور، ولكن إذا القوة دي اترحلت بمقدار معين هينتج عندك أنواع أخرى من الاسترسز زي ما هنشوف. الأكسيال ستريس بيساوي القوة المنطبقة على المحور على المساحة العمودية على القوة. يعني القوة دي متعامدة على المساحة بينهم زاوية 90 درجة، هتاخد انت الاريا العمودية دي تقسم القوة عليها يديك الأكسيال ستريس. وزي ما احنا شايفين شكل توضيح آخر للأكسيال ستريس في حالة إذا كانت مساحة المقطع مربع، يبقى الأكسيال ستريس بيساوي القوة المتعامدة على مساحة المقطع. تاني نوع عندي من الستريسز الشير ستريس. الشير ستريس ده برضه هيساوي القوة على المساحة، ولكن في الحالة بتاعتنا دي المساحة هتختلف. هناك كنا بناخد المساحة العمودية على القوة، أما في الحالة دي هناخد المساحة اللي هيحصل لها قص. تعال نفهم مع بعض كده الشير ستريس. انت عندك بيم بالشكل ده، أثرت بقوة بي ونتج عندك رد فعل بي داش. في عندك اريا في النص هنا هتميل ان يحصل لها قص. الاريا اللي هيحصل لها قص دي هي الاريا اللي في القانون ده. يعني لو انت عندك فرصة بي هنا بتضغط على حمل او بتضغط على نقطة ارتكاز، وبي داش بتضغط على نقطة ارتكاز تانية، الاريا دي هتميل ان يحصل لها فصل او يحصل لها قص. اذا انت اخدت الاريا دي قسمت عليها قوة التأثير هيديك الشير ستريس. الشير ستريس ده بيظهر معانا في البولتد كونكشن. يعني لو ده عندك مسمار، المسمار ده انت مثبت بيه وصلتين، دي الوصلة الأولى ودي الوصلة التانية، وسحبت من هنا بإف ومن هنا بإف داش متساويين في المقدار ومضادين من الاتجاه. المسمار ده هيميل إن هو يحصل له فصل أو قص. الاريا اللي هتتفصل اللي هي الاريا دي هي الاريا اللي تلزمنا لما نيجي نحسب التاو من خلال القانون ده، البي على الايه او الاف على الايه. ولكن تفهم ان الاريا في الحالة دي هي الاريا اللي هيحصل لها قص، مش الاريا اللي القوة متعامدة عليها. تعال كده نفهم الموضوع بشكل اعمق. لو انت عندك لاب جوينت بالشكل ده، سحبت من هنا بقوة اف، ونتج عن ذلك قوة اف في الاتجاه التاني مساوية لها في المقدار ومضاد لها في الاتجاه، وانت موصل ما بين التو بليتس دول ببولتد كونكشن مثلا بالشكل ده. وسحبت، هتلاحظ ان انت هينتج عندك على الاريا دي اكسيال ستريس، وهينتج عندك عن الاريا بتاع المسمار دي شير ستريس. الاكسيال ستريس ده بنسميه نورمال ستريس، وده هيساوي الاف على الاريا دي وليكن نسميها ايه واحد. يبقى ده ايه؟ ده الاكسيال ستريس. ولكن اذا انت اخدت الاريا بتاع المسمار دي هينتج عندها شير ستريس. الشير ستريس ده هيساوي الفورس برضه
ولكن على الاريا بتاع المسمار. يعني لو انت خدت المسمار ده هيظهر معاك بالشكل ده مثلا، وخدت مساحة المقطع عملت هنا قطاع، هيظهر معاك القطاع بالشكل ده، وليكن نسميها A2. فالشير ستريس او التاو في الحالة دي هيساوي F على A2. فتلاحظ الفرق ما بين الاكسيال ستريس اللي بنسميه نورمال ستريس. طبعا في انواع تانية من النورمال ستريس، ولكن في الحالة بتاعتنا دي النورمال ستريس عندي اكسيال ستريس. والشير ستريس هيساوي الفورس على الاريا اللي هيحصل لها قص. وده اللي واضح معانا في الصورة دي، ان الشير ستريس هيساوي الفورس على الاريا. الاريا مين؟ الاريا اللي هيحصل لها قص. هتلاحظ هنا ان احنا كاتبين تاو افريج، وده لان زي ما هنشوف في باقي الكورس ان الشير ستريس ممكن يدخل فيه انواع تانية من الاسترس او انواع تانية من الشير ستريس. يبقى ده الشيرنج ستريس والفرق ما بينه وما بين الاكسيال ستريس. هنلاحظ حاجة مهمة جدا، ان من وحدات الاسترس زي ما احنا عارفين ان هي بالباسكال، ولكن لما نكون بنتكلم عن الاكسيال ستريس او البندنج ستريس زي ما هنشوف بتكون القيم كبيرة، فممكن توصل معانا للكيلو باسكال اللي هي 10 أس 3 نيوتن للمتر مربع، أو 10 أس 3 باسكال، أو الميجا باسكال اللي هي بتساوي 10 أس 6 باسكال، أو 10 أس 6 نيوتن للمتر مربع، أو الجيجا باسكال اللي هي 10 أس 9 باسكال، أو 10 أس 9 نيوتن للمتر مربع. قيم الأكسيال ستريس أو النورمال ستريس عادة بتكون بالميجا باسكال، ولكن زي مثلا زي ما نشوف في باقي الكورس لما نكون بنتكلم على بعض قيم الشير ستريس هتكون قليلة، فممكن تظهر معانا بالكيلو باسكال، والجيجا باسكال ده هيظهر معانا في قيم المودولس اوف الاستيسيتي. الشير ستريس في الحالة بتاعتنا دي سميناه شير ستريس اون ممبر AB. ولكن احيانا الشير ستريس ده بيكون ليه دبل اكتنج او دبل شير. يعني في الحالة بتاعتنا دي زي ما احنا شايفين، لما انت سحبت بقوة الاريا دي او النقطة اللي عندك دي أثر عليها ايه؟ القوة بتاعتك اتقسمت. يعني انت سحبت من هنا، نتج عندك رد الفعل هنا ورد الفعل هنا، فتأثير القوة بتاعتك قل للنص، وبالتالي أصبح الشير ستريس اللي هو بيساوي قوة على المساحة اللي يحصل لها قص. القوة بتاعتك دي تأثيرها اتوزع على مساحتين، اللي هي المساحة دي والمساحة دي. أو ممكن تقول إن القوة بتاعتك دي تأثيرها اتقسم على منطقتين، وبالتالي في الحالة بتاعتنا دي لما يكون الشير ستريس بتاعتك دبل شير، فالتاو افريج هيساوي الفورس على 2 في مساحة المقطع، وده معناه ان الشير ستريس هيقل. وده منطقيا لما تكون البولتد كونكشن عندك بالصورة دي، فالقوة هتكون على مساحة واحدة، وبالتالي الشير ستريس هيكون قيمته كبيرة، وبالتالي ده بعرض البولتد كونكشن عندك للخطر. اما في الحالة دي الشير ستريس او الفورس اتقسمت على 2 اريا، الاريا دي هيميل ان يحصل لها قص، والاريا دي هيميل ان يحصل لها قص، وبالتالي الاريا عندك اتضاعفت، وبالتالي الحمل هيتوزع على 2 ارياز، وبالتالي الحمل بتاعك هيقل، وده بيدي قوة اكتر للكونكشن عندك. فتاخد بالك الفرق ما بين الشير ستريس في حالة السنجل اكتنج والدبل اكتنج. تعال نبدأ ناخد مثال. المثال ده مهم جدا، من خلاله هنقدر نفهم المعنى الحقيقي للشير ستريس. ده تطبيق منتشر جدا في الباور ترانسميشن، وهو الكي او الكي جوينت او وصلة الخابور. انت بيكون عندك شافت راكب على موتور، الموتور ده هيتحرك، وبالتالي الشافت ده يتحرك. انا محتاج انقل حركة الشافت لترس او بكرة او بولي عشان استفيد من الطاقة دي. يعني لو انت عندك شافت زي اللي في الصورة دي، الشافت ده بيدور بتورك مقدار معين، انا محتاج انقل التورك ده للبولي او للترس بحيث يتحرك بنفس المقدار، بحيث ينقل باقي الباور للمنظومة اللي عندك ايا كانت المنظومة دي. فعشان انقل الباور من الشافت للبولي هحتاج احط الكي ده هيستند في الشافت على المنطقة دي، ويدخل في البولي في المنطقة دي، وبالتالي لما الشافت يتحرك
الكي ده هتكون وظيفته إن ينقل الباور أو التورك من الشافت للبولي، وبالتالي الشافت الكي ده هيحصل عليه حمل. فلو أنت جيت تبص في المسقط ده هيظهر معاك الصورة دي الشافت ودي البولي، ودي الرسمة الخاصة بالترس أو الداش لاين الخاص بسنون الترس. وبالتالي هتلاحظ إن الكي عندك هيحصل له شير ستريس على المنطقة دي، هتميل إن يحصل لها فصل. فتعال نشوف، يعني لو احنا جينا رسمنا الكي ده بالشكل ده، لو كان البعد ده بيساوي البعد ده، في الحالة دي بنسميه سكوير كي زي اللي معانا في الصورة دي، ودي الاريا اللي هيحصل لها ايه؟ قص. هيحصل قص للجزئية دي. فتعال نقرأ المثال ونبدأ نشوف هنتعامل معاه ازاي. بنقول ايه في المثال ده؟ اجير ترانسميتنج اتورك بالمقدار ده. يبقى انا عندي جير، الجير ده هينقل تورك بالمقدار ده. الجير ده في الحالة دي هو اللي هينقل التورك للشافت. يبقى انت عندك يا اما الشافت يتحرك وينقل التورك للترس، او العكس، الترس اللي هيتحرك وينقل الشافت وينقل التورك للشافت، والشافت ده بعد كده يتصل بتروس تانية او باي منظومة خاصة بالباور ترانسميشن. يبقى انا عندي في الحالة دي الترس هيتحرك بتورك مقداره كذا، هينقلها لشافت. الشافت ده اداك البعد ده بالنسبة له، طالما اداك البعد ده يبقى هو ده القطر، لان ده البعد اللي يهمني لما اكون بتكلم على شافت. is keyed as shown in figure. يبقى انا رابط ما بينهم بكي جوينت زي في الصورة دي. the 12 ملم سكوير key is 50 ملم long. determine the shearing stress in the key. يبقى انا فهمت ان عندي ترس، الترس ده يتحرك بتورك مقداره 450 نيوتن في متر لشافت مقدار الشافت ده 50 ملم، وعندي رابط ما بين الترس اللي هيتحرك والشافت اللي هينقل الباور بسكوير كي. اداني ابعاد السكوير كي ده 12، واداني طوله 50 ملم. هتلاحظ ان هو قال لك 12 ووقف، وده يعني ان البعد التاني ليه برضه هيكون 12، واداك الطول. محتاجش ان هو يداك البعد التاني، لان كلمة سكوير عرفتني ان الطول بيساوي العرض. عايز نحدد الشير ستريس على الكي. زي ما احنا عارفين ان الشير ستريس هيساوي القوة على الاريا اللي هيحصل لها قص. طيب الاريا اللي هيحصل لها قص في الحالة دي هي انهي الاريا دي، لان لما الشافت عندك يتحرك، او في الحالة بتاعتنا دي لما الترس عندك يتحرك هينقل القوة او الباور للشافت، وبالتالي الاريا دي هي اللي بقى لها التحميل. الاريا دي هتساوي كام؟ هتساوي الطول في العرض، لان دي الاريا اللي هيحصل ليها قص. طيب الاريا دي معلومة، هضرب ال 12 في ال 50، 12 اللي هو ده في ال 50 اللي هو ده، قدرت اجيب الاريا اللي هيحصل لها قص. يبقى الاريا عندي معلومة. طب الفرصة دي اجيبها منين؟ انا عندي هنا تورك، التورك وحدته نيوتن في متر. ازاي اقدر اجيب الفورس؟ زي ما احنا عارفين من قوانين الباور ترانسميشن ان التورك بيساوي الفورس في نص القطر. يبقى انا عندي التورك وعندي نص القطر، اقدر اجيب الفورس. تعال نشوف الكلام ده هنحله ازاي. اول حاجة ده رسمة الشافت، 12 في 12 وطوله 50 ملم. دي الشيرنج اريا او الاريا اللي يحصل لها قص. الشيرنج فورس من القانون التاو او التورك بيساوي الفورس في نص قطر الدوران، وبالتالي الفورس هتساوي التاو، هتساوي التي على الار، التي على الار where T is the torque applied and R is the radius of the shaft. دي نص قطر الشافت، بالتالي الفورس هتساوي 450 نيوتن في متر. نص قطر الشافت 50 ملم، قطر الشافت 50 ملم، وبالتالي نص قطر الشافت هيكون 25. اضربها
في 10 أس سالب 3 بحيث تحولها لمتر، يبقى ده عندك نيوتن في متر، والوحدات عندك تحت متر. المتر هيروح مع المتر هينتج عندك 18,000 نيوتن فورس. وبالتالي الشيرنج اريا زي ما احنا عارفين هتساوي الطول في العرض 600 ملم مربع، هنضرب في 10 أس سالب 6 عشان نحولها للمتر المربع. وبكل بساطة الشيرنج ستريس هيساوي الفورس على الاريا. وطبعا تتأكد ان الوحدات بتاعتك وحدات دولية او وحدات متطابقة. يبقى الفورس عندي 18,000 نيوتن على الاريا اللي هي 6 في 10 أس سالب 6 متر مربع، ينتج عندك التاو 30 في 10 أس 6 نيوتن المليمتر، اللي هي بتساوي 30 في 10 أس 6 باسكال. 10 أس 6 دي نشيلها ونحط مكانها الميجا، وبالتالي يكون عندك 30 ميجا باسكال. ده مثال من أهم الأمثلة العملية اللي أنت لابد تفهمها، ومنتشر بشكل كبير جدا في الباور ترانسميشن، سواء كنت هتاخد الباور من شافت تديها لترس أو العكس. تعال نبدأ نتكلم بشكل أعمق على الستريس سترين كيرف. زي ما احنا عارفين إن الستريس أو سيجما هيساوي الإي في السترين، وبالتالي الإي هيساوي السيجما على السترين. زي ما قلنا إن السترين هيساوي دلتا ال على ال، معدل التغير في الطول على الطول الأصلي. ده وحداته بالوحدات طول متر مثلا أو مليمتر، وده مليمتر، وبالتالي السترين ده هيكون يونتلس أو من غير وحدة. وحدة الطول هتروح من وحدة الطول. والمنحنى ده بيجي معانا من اختبار الشد لعينة من الستيل مثلا أو لعينة من الألمنيوم. ومن كده تفهم إن أنت كل مادة هيكون لها ستريس سترين كيرف خاص بيها. يعني منحنى الإجهاد الانفعال للستريس هيختلف عن منحنى الإجهاد الانفعال للسترين، هيختلف عن منحنى الإجهاد الانفعال للكاست أير. ولكن بصفة عامة التشابه ما بين منحنى الستريس سترين للمواد الدكتايل أو المواد المرنة هيكون في تشابه. يعني ممكن نصنف المواد المرنة إن نحطها كده ناخد جنرال ستريس سترين كيرف ليها، وكذلك المواد البريتل ناخد لها جنرال ستريس سترين كيرف ليها. لحد هنا اليلد سترينث بدأ يحصل عندي سترين هاردنينج، وصل للالتيميت، حصل نيكنج، حصل فراكشر. بالنسبة للبريتل ماتيريال هيبقى عندك اليلد سترينث والالتيميت سترينث، وهتلاقي الديفليكشن اللي حصل قليل جدا، او السترين اللي حصل قليل جدا لما نيجي نقارنه بالمواد الدكتايل. يعني مثلا حصل في الحالة دي ديفليكشن بمقدار 10%. يعني لو كان طول البيم عندك 10 متر هيبقى حصل فيه 10 متر زائد 10% من ال10 متر دي. أما في الحالة دي حصل مثلا ديفليكشن بمقدار 2%. بنفس الكيفية لما نتكلم على الشير ستريس هيظهر معانا مصطلح جديد هو البواسون ريشيو. البواسون ريشيو دي بكل بساطة هي النسبة ما بين التمدد العرضي إلى التمدد الطولي. يعني انت لو انت عندك بليت بالشكل ده، سحبتها من الاتجاه ده والاتجاه ده، ايه اللي انت متوقعه؟ الطبيعي اللي انت متوقعه ان البليت ده يحصل لها استطالة. ولكن زي ما حصل لها استطالة في الاتجاه الطولي بالمقدار ده مثلا، هيكون برضو حصل لها انكماش. يعني بعد ما كانت البليت كده اصبحت عرضها كده. يبقى زي ما انت هيحصل عندك استطالة في اتجاه، هيحصل عندك انكماش في اتجاه تاني. يعني لو كنا نشوف البليت اللي في الصورة دي، هو شد هنا بقوة بي وقوة بي، ايه اللي حصل؟ الطول زاد بالمقدار ده وسميناه دلتا ال، والعرض انكمش في الاتجاه ده بمقدار دلتا بي. لما نيجي نحسب السترين في الاتجاه الطولي او اللونجيتيودينال هيساوي دلتا ال على ال. خلينا نفترض يعني ان مثلا البيم ده كان طوله 100 ملم، ولما حسبناه دي ال نود، ولما شدناه اصبح ال فاينل ليه بمقدار
105 مليمتر. فالسترين في الحالة بتاعتنا دي هيساوي دلتا ال اللي هي ال فاينل ناقص ال نود على ال، وبالتالي هيساوي 105 ناقص 100 على 100، وبالتالي يساوي 5 على 100، يعني 5/100. ده مقدار الاستطالة في الاتجاه الطولي. زي ما حصل عندك استطالة في الاتجاه الطولي هيحصل عندك استطالة في الاتجاه العرضي، ولكن الاستطالة في الاتجاه العرضي دي هتكون بالسالب، أو بمعنى أصح هتكون انكماش. يعني لو كان B بمقدار 20 مليمتر، دي بنود B فاينل هتبقى في الحالة دي بمقدار مثلا 18 مليمتر، وبالتالي دلتا B على B هتكون بمقدار سالب، لأن هطرح الفاينل اللي هي 18 ناقص 20 هتكون عند مقدار سالب. ولكن بوسون ريشيو ده عند مقدار موجب بستدل بيه على خواص الماتيريال. طبعا كل ماتيريال هيكون لها بوسون ريشيو، وبالتالي هنحط سالب جنب الدلتا بي على بي، وهو ده تعريف البوسون ريشيو، ان هتساوي اللاترال سترين على اللونجيتيودنال سترين، او التمدد في الاتجاه العرضي على التمدد في الاتجاه الطولي. ده بكل بساطة تعريف البوسون ريشيو، طبعا يعني بنسميه باسم العالم اللي وصفها في أول مرة. دي من أهم القيم أو من أهم المعلومات عن البوسون ريشيو، إن أنت تبقى واخد بالك إن لو أنت بتسحب في اتجاه، وخد بالك بقى إن أنت مش مثبت في الاتجاه ده. لو أنت كنت مثبت في الاتجاه ده كان هيبقى لنا كلام تاني، وده تطبيقات ده هنشوفها لما نخش في برنامج الأنسز. أنت بتسحب من اتجاه، وطبيعي إن الاتجاه اللي أنت بتسحب منه هيتمدد والاتجاه التاني هينكمش. اما لو انت كنت مثبت البليت او البيم من الاتجاه ده كان هيبقى لنا كلام تاني، وحاجه زي دي هنتكلم عنها في التفصيل في برنامج الانسب. بعد كده نبدا نتكلم على الشير ستريس اند سترين، ودي من اهم الجزئيات اللي لابد نفهمها. لما كنت بتكلم عن الاكسيال ستريس او النورمال ستريس كنت بقول ان السيجما بتساوي ايه في الابسلون. طيب في الحاله بتاعتنا دي باستخدام الانالوجي لابد يكون التاو ستريس بيساوي حاجه لها علاقه بنفس الكلام ده، بحيث اعبر عن المنطقة اللينير بتاع الستريس سترين كيرف. يبقى لابد يكون في عندي هنا معامل ومعامل تاني. لما نيجي نتكلم على الشير ستريس المعاملين اللي هيظهروا معانا في الحالة دي هو الجي والجاما. ايه الجي والجاما؟ الجي ده ثابت التناسب، بنسميه الشيرنج مودولس اوف الاستيسيتي، او ممكن نسميه المودولس اوف ريجيديتي، وده برضو حاجة ليها علاقة بخواص الماتيريال نفس الاي. يعني هنا كنت بقول السيجما بتساوي الاي في الابسلون، في الحالة بتاعتنا دي هقول التاو بتساوي الجي في الجاما. ايه الجاما ده؟ ممكن تعتبرها الشير سترين. يعني في الحالة بتاعتنا دي لو انت عندك الاليمنت كده وعملت عليه شير فورس هيحصل له ديستورشن بمقدار معين، الديستورشن بمقدار معين ده اللي هو الجاما او الشير سترين. فتاخد بالك ان في حالة النورمال ستريس كان عندي السيجما بيساوي الايه في الابسلون. لما اجي اتكلم على الشير ستريس اللي هو بيساوي الفي على الايه او الشيرنج فورس على الشيرد اريا، هيكون التاو معانا برضو هيتناسب مع الشير سترين، وطبيعي يكون في ثابت تناسب، الثابت التناسب ده جي او بنسميه المودولس اوف الاستيسيتي او الشيرنج مودولس اوف الاستيسيتي. يبقى الايه ده المودولس اوف الاستيسيتي، وده في حاله النورمال ستريس. اما في حاله الشيرنج ستريس هيظهر عندي جي بنسميه الشيرنج مودولس اوف الاستيسيتي او المودولس اوف ريجيديتي، ومودولس اوف ريجيديتي ده مصطلح بيكون معبر عنه بشكل اكبر. يبقى ناخد بالنا في حاله النورمال ستريس وفي حاله الشير ستريس، القانونين دول هيعبروا عن الستريس سترين في حالة اللينير زون. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن الفاكتور اوف سيفتي بشكل سريع، هنتكلم عنه كمان في المحاضرة دي وهناخد عليه مثال، لأن مهم جدا بالنسبة لي إن أنت تفهم
الكونسيبت بتاع الفاكتور اوف سيفتي. معامل الامان ده بكل بساطه ان انت بتكون تعتقد ان الماتيريال اللي عندك او التطبيق هيشتغل 10 كيلو، فتصمم ويشتغل 15 كيلو مثلا. طيب هل انت مثلا قمت من النوم فاضي كده فقلت ازود الماتيريال بتاعتي بحيث تتحمل 15 كيلو؟ بالتاكيد لا. فعندك عوامل كتير جدا بتستدعي ان الفاكتور اوف سيفتي ده يكون عامل اساسي عندك. العوامل دي زي هل انت ضامن ان الحمل اللي انت حسبته ده دقيق بنسبة 100%؟ بالتأكيد لا، ممكن يكون عندك ايرور في حساب الأحمال اللي طلعت عندك، وبالتالي لابد تزود من إمكانيات البارت بتاعك في التحميل. تاني حاجة، افرض انت الماتيريال عندك فيها مشكلة، الماتيريال مش متجانسة. يعني انت بتقول لي ان الستيل مثلا المودولس اوف الاستيسيتي بتاعته 210 جيجا باسكال، هل انت ضامن ان كل البيم عندك المادة بتاعتها هوموجينيوس؟ طبعا انت بتحاول تخليها هوموجينيوس، فده احد العوامل. طيب بعد كده، هل انت ضامن ان الماتيريال او الكومبوننت او الشافت اللي عندك او البيم او ايا كان التطبيق، هل انت ضامن ان الحمل بتاعك في حالة الستاتيك لودنج ممكن يفضل ثابت لو انت عندك الدايناميك لودنج؟ يعني مثلا انا مصمم بيم تشتغل 200 كيلو نيوتن فورس في حالة الستاتيك لود، وافرض لأي سبب من الأسباب اللي بتطرأ حصل عليها دايناميك لود، طب ممكن يحصل لها فيلير عند 100 كيلو نيوتن دايناميك فورس. كذلك تقلبات درجة الحرارة، أنا مصمم البيم يشتغل عند درجة حرارة 24 سيليزيوس، لأي سبب من الأسباب حصل إن درجة الحرارة بقت 36 سيليزيوس، هل الماتيريال تصرفها هيكون زي ما هو ولا يبدأ يحصل عندك ظاهرة بنسميها كريب، وبالتالي التمدد بتاع الماتيريال هيزيد عند نفس الاسترس؟ يعني القوة ال 100 كيلو نيوتن دي هتعمل ديفليكشن بمقدار 4 عند القوة ال 100 كيلو نيوتن دي عند 24 سيليزيوس، تصرفها هيكون مختلف عند 36 سيليزيوس، الماتيريال هنا الديفليكشن بتاعها هيزيد. فكل العوامل دي بالإضافة للعوامل اللي بتطرح عندك تحتم عليك إن أنت يبقى عندك معامل أمان. معامل الأمان ده لابد في جميع الأحوال يكون أكبر من الواحد. معامل الأمان ده أو اللي هنسميه K أو FOS لابد يكون أكبر من الواحد. لو معامل الأمان ده قل عندك عن الواحد، ده معناه إن الماتيريال عندك حصل لها انهيار. حصل لها انهيار ليه؟ لأن معامل الأمان ده يا إما هيساوي عندك اليلدنج سترينث على السيجما اللاوبل، أو الإجهاد اللي عندك اللي أنت عايزه أو اللي أنت سامح بيه أو اللي أنت مصمم عليه. فلو كان اليلدنج ستريس أو إجهاد الخضوع عندك أقل من المقدار اللي تم تطبيقه، فده معناه إن أنت طبقت حمل أكتر بكتير من اللي الماتيريال المفروض تشتغله، وبالتالي يطلع عندك البسط أقل من المقام، فالكي تطلع عندك أقل من واحد. فتاخد بالك إن الكي بتساوي واحد، ده معناه إن أنت على شفا الانهيار خلاص. طبعا يعني مش مفضل إطلاقا إن أنت تاخد معامل أمان واحد. كي أكبر من الواحد بدأنا نخش في منطقة أمان، كي أقل من الواحد ده حاجة ريجكتد، ده الماتيريال عندك حصل فيها فيلير. كي خدها من 3 وأنت طالع مثلا لحد 5 بناء على التطبيق اللي عندك. تعال نشوف مثال. determine the diameter of the shaft، يبقى أنا عايز أحدد قطر شافت. الشافت ده إيه المعلومات اللي متوفرة عنده؟ قال لك made of steel having ultimate strength 810 ميجا باسكال. يبقى هو عايزني في الحالة بتاعتي دي مبنيش على yielding strength، ولكن عايز نبني على الالتيميت سترينث. طبعا انت حاجه دي انت اللي بتحددها كمصمم، ممكن ما تبنيش لا على الييلدنج سترينث ولا على الالتيميت سترينث. يعني ده الستريس سترين كيرف، مهم جدا شكله ده يكون ثابت في دماغنا. ده الستريس سترين كيرف للدكتايل ماتيريال، ده الييلدنج سترينث، وده الالتيميت سترينث. في ناس بتبني تصميمها على الييلدنج سترينث، وفي ناس بتبني تصميمها على الالتيميت سترينث. ممكن انت ما تبنيش تصميمك لا على الييلدنج سترينث ولا على الالتيميت سترينث، وتبنيه على اجهاد جنرال في مكان معين هنا سيجما مثلا. ليه؟ انت عايز تزود امانك، لا انا مش هستنى لما اوصل للينج سترينث، لا ده انا عايز اخد معامل قبل دول ابني عليه. فتاخد بالك ان انت اساسا ممكن ما تبنيش شغلك لا على اليلد ولا على الالتيميت،
وتاخد قيمة أقل من دول تبني عليها بحيث تزود من الأمان عندك. ده طبعا يكون في التطبيقات الحرجة أو الكريتيكال يعني. طيب if the factor of safety K يساوي 3 the shaft loaded by 20 كيلو نيوتن تنشايل فورس، يبقى أنا إيه المطلوب؟ مطلوب مني إن أنا أحدد الدايمتر. طيب يبقى ده الريكوايرد. تعالى كده نوضحهم تحت هنا. يبقى الريكوايرد أول حاجة مطلوبة عندي، أول حاجة الوحيدة اللي مطلوبة عندي الدايمتر. طب إيه هي الداتا اللي عندي؟ الداتا اللي عندي إن الماتريال اللي عندي ستيل، السيجما ألتيميت ليها معلوم. إيه تاني معلوم؟ معلوم معامل الأمان. وإيه تاني معلوم؟ معلوم الفورس. طيب نحل المسألة دي إزاي؟ أول حاجة إحنا عارفين إن الكي معامل الأمان بيساوي سيجما ألتيميت على الديزاين ستريس أو على السيجما اللوبل، وبالتالي أنت قدرت تجيب السيجما اللوبل لأن ده معلوم وده معلوم، قدرت تجيب السيجما اللوبل. طيب السيجما اللوبل دي بتساوي إيه؟ زي ما إحنا عارفين بتساوي الفورس على الأريا. طيب السيجما اللوبل معلومة والفورس معلومة، قدرت تجيب الأريا. الأريا دي بتساوي باي على 4 دي تربيع، وبالتالي قدرت تعرف دي تربيع. يبقى السيجما اللوبل هتساوي الالتيميت سترينث على الفاكتور اوف سيفتي، تطلع معانا بالميجا باسكال، لان ده بالميجا باسكال. هتجيب الاريا بتساوي الفورس اللي عندك 20 كيلو نيوتن، هتحولها لوحدات دولية، شيل الكيلو وحط مكانها 10 أس 3 تديك 20,000 نيوتن. وكذلك هتحول 270 ميجا باسكال هتحولها لبرضه وحدة دولية. طب انت حولت الوحدات الدولية ليه؟ عشان اطلع في النهاية الاريا عندي بالمتر مربع اللي هو الوحدة الدولية. الاريا عندك هتساوي المقدار ده، هتحل المعادلة عندك مجهول واحد اللي هو الدي، هيطلع معانا ب94 علامة 10 أس -3 متر. شيل 10 أس -3 وحط مكانها المليمتر، يبقى كده حصلنا على الدي بمعلومية الفاكتور اوف سيفتي اللي انت شغال عليه. خد بالك من حاجة مهمة جدا، ان احنا ممكن نمشي المسألة بشكل عكسي. يعني ايه بشكل عكسي؟ يعني انا في الحالة بتاعتي دي الدايمتر مش مجهول، لا ده انا في الاساس ممكن اكون محتاج اعرف قيمة الدايمتر. يعني ممكن اكون افرض معامل امان، وبناء على معامل الامان ده يطلع لي القطر اللي انا لابد اصممه. يبقى انا والله قبل ما ابدا تصميم او قبل ما ابدا اي حاجه بقول ان التطبيق بتاعي ده عايز ابنيه على معامل امان 5، وبالتالي احط معامل الامان اللي هو ال5، واكون عارف الالتيميت سترينث بتاع الماتيريال، وبناء على ذلك اخد القطر. يبقى انا عرفت الميجر دايمتر. ابدا بعد كده كمل خطوات التصميم بتاعتك. بعد كده هنتكلم على الاسترسز اللي ناتجه من الحراره، وده من الامور اللي انت لابد تحطها في اعتبارك. لو انت عندك ماتيريال، الماتيريال دي او الكومبوننت ده متثبت من اتجاه، وشديت بفورس، ايه اللي هيحصل؟ طب هيحصل له تمدد بمقدار دلتا ال، ونتج عن ذلك اجهاد. يبقى انت نتج عندك اجهاد وانفعال. تمام. ولكن خلينا ان البيم ده محطوط عادي كده، وانت ما سحبتش باي قوه، وكانت درجه الحراره 24 سيليزيوس، درجه حراره الغرفه. لأي سبب من الأسباب درجة الحرارة زادت من 24 بقت 150. ايه اللي انت بتتوقعه؟ بتوقع ان يحصل عندي تمدد في البيم. يحصل عندي تمدد في البيم. التمدد ده مقداره دلتا ال برضه. ولكن اسأل نفسك سؤال، هل هيحصل عندك إجهاد؟ يعني ده سؤال كده اسأله لنفسك وحاول تجاوب عليه، هل المادة هتجهد؟ في الحالة بتاعتنا دي المادة مش هيحصل لها أي إجهاد. ليه؟ لأن المادة حرة الحركة، مفيش عندك قيد هنا يمنعها من التمدد، وبالتالي المادة هيحصل لها فري اكسبانجن. المادة هيحصل لها تمدد، ومش هتلاقي حاجة تمنعها أو حاجة تعوقها، وبالتالي المادة عندك هيحصل لها ريليف لأي ستريس موجود عندك.
وبالتالي في الحالة بتاعتي دي مش هيحصل عندي إجهاد. أما خلينا نفترض إن أنت جيت ثبت الماتيريال من الاتجاه ده وعملت نفس الحركة بتاعت زيادة درجة الحرارة، هيبدأ يظهر عندي إجهاد. يبقى it was possible، من الممكن to disregard the reformation caused by temperature and statically determine system since in such situation the member are free to expand. يبقى أنا بإمكاني أتجاهل الاسترس الناتج عن درجة الحرارة في حالة لو كان العنصر اللي عندك محدد استاتيكيا وحر الحركة. بالرغم من ذلك any statically determined system expansion or contraction، تمدد أو تقلص، خد بالك اللي حصل في التمدد بشكل ما أو بنفس الطريقة يحصل في حالة التقلص لو أنت قللت درجة الحرارة. يبقى أنت لو أنت بتزود درجة الحرارة الماتيريال اللي يحصل لها تمدد، لو التمدد ده حر مفيش مشكلة. ولو أنت بتقلل درجة الحرارة، يعني مثلا حولت من 150 ل 24، هيحصل عندك انكماش. الانكماش ده مش هيكون فيه مشكلة بشرط إن الكومبوننت أو الميكانيكال إليمنت يكون حر في التمدد أو الانكماش بتاعه. However, in statically determined system, expansion and construction of body can inhibited or entirely prevented in a certain direction. هتبدأ بقى تعوق من الحركة. إعاقة الحركة دي هتؤدي لإيه؟ قالك this can cause significant stresses، ده هيؤدي إلى إجهادات. الإجهادات دي كبيرة بشكل مناسب إن أنت تبدأ تعمل لها اعتبار وتحسبها. The free deformation caused by change in temperature must be known. لابد تعرف الفري deformation ده. For determination of stress caused by temperature، يبقى التمدد اللي قلنا عليه دلتا ال ده لابد نعرفه عشان نقدر نحدد الاستريس. طيب الفري ديفورميشن ده بنحسبه ازاي؟ قال لك دلتا بتساوي الفا دلتا تي في ال. دلتا دي مقدار التغير في الطول اللي حصل عندك، الفا ده معامل خاص بكل مادة بنسميه الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانجن، وده بيختلف من ماتيريال الاخرى في الطول الاصلي اللي هو ال. كده يبقى انت عرفت مقدار التمدد اللي حصل عندك. اذا انت عرفت مقدار التمدد اللي حصل عندك، بناء عليه هتقدر تحدد قيمة الاسترس. يعني مثلا لو شفنا البيم اللي عندنا ده، زودنا درجة حرارته فتحول من ال، زاد عندك بمقدار تلتا ال فأصبح ال فاينل أو ال فاينل. ال فاينل بشكل منطقي هتساوي الطول الأصلي زائد مقدار الاستطالة، أو في حالة الانكماش لو أنت بردت هتساوي ال نود ناقص مقدار الاستطالة. ال نود هتنزل زي ما هي، والدلتا ال زي ما قلنا هتساوي الألفا في ال نود الطول الأصلي في دلتا تي. خد ال نود عامل مشترك فهتساوي ال فاينل بتساوي ال نود في 1 زائد الألفا في الدلتا تي. الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت للألمنيوم هيكون بالمقدار ده، والستيل بالمقدار ده، وكل ماتيريال هيكون لها ثيرمال اكسبانشن كوفيشنت بير سيليزيوس. لأن لو جينا نشوف وحدة الطول هتروح مع وحدة الطول، هيبقى عندك وحدة درجة الحرارة هتنقلها الطرف التاني هيديك على سليزيوس. يعني الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت هيساوي مقدار على كل سليزيوس أو هيساوي سالب سليزيوس أو سليزيوس أس سالب 1. ده بالنسبة لمعامل التمدد الحراري. وقلنا لو كان الموضوع عندك التمدد حر مش هيبقى في مشكلة. المشكلة بتظهر فين بقى؟ لما يكون البيم بتاعك غير حر الحركة. يعني انت عندك زودت درجة الحرارة المفروض يزيد بدلتا ال. طب انا في اعاقة هنا، هل هقدر اتحرك الدلتا ال؟ لا مش هقدر اتحرك الدلتا ال، وبالتالي اللي هيحصل ردود فعل داخلية في الماتيريال هتبدأ تسبب عندك اجهاد كامل في الماتيريال. فناخد بالنا من الجزئية دي، ان الدلتا ال دي المعدن او الماتيريال هتتحركها اذا كانت حرة الحركة، ولكن اذا انا كنت مقيد الحركة دي وبالتالي مش هقدر اتحرك الدلتا ال دي، هينتج عن ذلك اجهادات في الماتيريال. هتلاحظ ان كل ماتيريال ليها ثيرمال اكسبانشن كوفيشنت، فممكن الماتيريال اللي تتحرك او يحصل لها دلتا بمقدار 10 أس سالب 3 مليمتر، ودي يحصل لها مثلا تمدد بمقدار 10 أس سالب 3، 10 أس سالب 3 مضروبة في 4، أي 4 أضعاف. يبقى إذا تمدد الماتيريال دي لا يشترط إن هو يتطابق مع تمدد الماتيريال دي. دي الجزئية اللي مهمة جدا تفهمها، إن الحرارة ممكن تولد لك إجهاد كامن في الماتيريال. الإجهاد الكامن ده إذا كان الماتيريال بتاعتك حر الحركة بإمكاننا نهمله، أما إذا كانت مقيدة الحركة
لابد نقف بقى ونشوف الإجهاد ده، لأن ممكن يسبب لنا مشاكل كتير، خاصة في التطبيقات اللي درجة الحرارة فيها بتكون عالية. في نهاية المحاضرة دي أحب أفكرك بالمراجع اللي احنا شغالين منها. المرجع الأساسي اللي احنا شغالين منه الميكانيكس اوف ماتيريال هيبلر، وده مرجع ضخم ومرجع عالمي، معظم الأمثلة بتاعتنا هتلاقيها منه، بالإضافة لمراجع تانية زي بيران جونسون، وما اعتمدناش بشكل كبير على المرجع التالت ده. وبرضه من المراجع الأساسية لنا نوتش ان ستريس اناليسيز للدكتور أبو المكارم الله يرحمه والدكتور ياسر عبد الرحمن، أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط. إذا أنت حبيت تاخد معلومات أكتر عن المواضيع اللي بنتكلم فيها، هتقدر ترجع للأربع مراجع دول، لأن إحنا في المحاضرات دي بنركز بشكل أساسي على المفاهيم اللي هنحتاجها لما ندخل برنامج الأنسب. شكرا لحسن استماعكم.